وده الزبادي بتاعنا بعد ما خلص. يعني تقريبا أخد 12 ساعة. بعد كده حطيته في التلاجة بالليل. أنا عملته الصبح الساعة 10 وحطيته في التلاجة بالليل الساعة 10. وده شكله بعد ما خلص. وألف هنا وشفا. وده كيلو من اللبن. يفضل لو لبن طبيعي، بس أنا للأسف ما كانش عندي، فحطيت لبن الشركات عادي. وبنحطه على النار وبنفضل جنبه شوية لغاية ما يغلي شوية. وبالهاند بلندر هناخد الزبادي اللي احنا مطلعينه من بدري من التلاجة، كوباية زبادي، وهنحط عليها شوية لبن من اللي احنا غاليينه سايبينه يبرد. ودي درجة الحرارة بتاعته، او يعني على قد ما بنقدر بنحس ان هو ايه، بتبقى درجة الحرارة. وده الزبادي اللي احنا مطلعينه وحاطين عليه شوية لبن من اللي احنا كنا غاليينه، وهنضربه بالهاند بلندر. وهنحط بقى الزبادي اللي احنا عملناه ضربناه كويس. انا هحط بس كوبايه واحده عشان اوريهولكم نختبر الجوده بتاعته. الباقي انا هحطه في علبه، انا بحب احتفظ بيه في علبه. وهنحطه في ميه سخنه ونحطه في فرن سخن. وهنغطيه كويس وهنحطه في فرن سخن طبعا دافي. وهوريهولكم بعد ما يكون تمت بقيه الحراره. وده الزبادي بتاعنا بعد ما خلص. يعني تقريبا أخد 12 ساعة. بعد كده حطيته في التلاجة بالليل. أنا عملته الصبح الساعة 10 وحطيته في التلاجة بالليل الساعة 10. وده شكله بعد ما خلص. وألف هنا وشفا.